مساء الخير حبيباتي، واش راكم؟ واش راح تكونوا كامل بخير؟ صحتكم تكون لاباس. الفيديو تاع نهار اليوم راح نقدم لكم هنايا مشترياتي تاع شهر رمضان، يعني مشتريات قليله ماشي بزاف. وحندير لكم تاني وصفه، خليكم معايا حتى نهايه الفيديو. ما تنساوش حبيباتي الاشتراك وتعملوا هذاك اللايك هكذا باش يلحق الفيديو تاعنا لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. هنا حبيباتي المشتريات تاعي والشريط كنت شريت هاد لي باي هادوما. جايين أندوغي فيهم الشيتا هاذيك تاعهم، جايين هنايا تاع الحديد وكاين تاع الشاج. فيهم 6 وفيهم زوج شيتات، هادوك شريتهم ب30,000. هادو تاني لي بلاطو هادوما الصغار اللي راهم طوندونس في الدوغي. شريت زوج كبار وزوج موين، هامليك هادو هما الكبار، شريت منهم زوج وزوج صغار عليهم شوية. هادوك الصغار شريتهم 25,000 والآخرين شريتهم نورمالمون 35,000 إلا ما كتبنيش ربي. باش نديرو التم تاع رمضان لازمنا هاد الهيلة تاع رمضان. كنت خيرت هذا في البيض مكتوب فيه رمضان كريم، وانا عندي واحد اخر في الدوغي راح نحطو معاه باذن الله. شوفوا في هذا الفانوس بزاف شباب، يعني جاي صغيور ومتحوف. وزيت شريت تاني ديال البنات، شريت هاد لي سوتا الصغيورين. شوفوا شحال شابين جايين اندوغي. قلت نديرهم هاد الكيسان تاع لاتاي، يعني هادوما الكيسان ما فيهمش لي سوتاس تاعهم. قلت علاش لا يا مريم ما ديريش هاد الكيسان تاع لاتاي مع هاد لي سوتاس اندوغي، يعني حيجي بزاف شباب. شوفوا هاد الكيسان تاع لاتاي يعني كانوا كوت كور، غير شفتهم داولي عقلي ما نكذبش عليكم. يعني ما شفت هاد الموديل، يعني يعني بزاف منه كانوا حبيبات برك. هو جاي في الميال ومن فوقه كامل فيه الدوغي. يعني شوفوا كيفاش يتماشى مع هاد لي سوتا، شوفوا كيفاش جاو بزاف شابين. هامليك يعني انا عندي هنا طاس ميال. قلت نديرهم كامل كيف كيف، ما خصني برك سكريه، ما لقيتش وحده اللي تجي على خاطري. قلت نحوس عليها حتى نصيبها باذن الله، وكي نصيبها حنشاركها معكم بربي ان شاء الله. شريت تاني هاد بورت كاطو جاي تاني هو في الميال بالدوغي. هاوليك شوفوا كيفاش جاي بزاف شباب. جاي من فوق هاك شغل فيه هاد الريشه هاديه، ومن بعد كي نبلاصيه باذن الله نوريه لكم. شوفوا فيه شغل ورده في الطبسي ديالو. هذا جاي تاع الجاج، هذا شريتو 200,000. بالنسبه للكيسان تاع لاتاي شريتهم 150,000، وهادوك لي سوطاس شريتهم ب90,000. وهنا حبيباتي كنت شريت عند هاد البقراج تاع الحليب، جاي في الكري. فوالا شوفوا انا نحب الطاس ما يكونش فيه هذوك التقابي باش يسهل علينا عمليه تاع الغسيل تاع الماعن، هكذا باش ما يقعدليش الحليب لداخل. وشريت عند بنات هاد سيرفيس اطابل. شوفوا جاي في الكري تاعو فيه شويه نوار من فوقها. يعني راهو طوندونس دوكا، يعني حنزيد نشيلو ان شاء الله باذن الله الطباسه بلا بصح بلون واحد اخر باش نكاسي شويه لا كولور ديالو. شوفوا فيه تاني لي بول كبار وفيه لي بول صغار. فيه هاد لي زاسيات صغيورين، يعني تقدري ديري فيهم اللحم الحلو، ديري فيهم شلاضه البورك. يعني فيهم عده استعمالات. فوالا. وزدت شريت تاني هنايا كيسان تاع الماء، بريسك كيما كيسان تاع لاتاي. جبتهم نفس الموديل ونفس لا كولور. هامليك شوفوا كيفاش جايين في الميال ومن فوقها بالدوغي. جايين قلت لكم وصفه كيما الكيسان تاع لاتاي، يعني حابه ندير كامل تم في الميال والدوغي باذن الله. هاوليك مشترياتي تاع شهر رمضان، ان شاء الله يكونوا عجبكم ونالوا اعجابكم. بالنسبه نعاودوا نولوا الروتينه تاعنا. هنا كانت عندي كوموند تاع فريزي. هاوليك شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. استفت لهم كامل لا فريز من الفوق، وجايه محشيه داخل بكولي دو فريز. فوالا دوك نقسم لكم هاد باش تشوفوا كيفاش جايه من الداخل، يعني بحشوه تاعها بزاف بنينه مع ديك لا فريز. واش نحكي لكم يا البنات، جات ما شاء الله.
يعني البنات تاعنا في وقت تاع لافخاز يعني نستغلوا هذا الموسم تاعها ونديروا عدة وصفات بها. نقدروا نديروا بها كما راكم تشوفون كيما هذه الفريزين، نديروا بها كؤوس تاع بلا موس وفخاز، يعني نديروا بها جو تاع لافخاز تانيت تجيكم من اروع ما يكون. هاني شوفوا قسمتها معكم الداخل، شوفوا كيفاش جات هذيك الكريمه وطبقه تاع جينواز وهذاك الكوليه دو فخاز الداخل، جاء من اروع ما يكون. كانت عندي الطلبية تاع الجمعية الجزائرية لمرضى سبينا بيفيدا. كان الافتتاح ديالهم، كان لي الشرف اني نخدم لهم هاد الكيكة باسم تاع الجمعية تاعهم. نقول لهم بالتوفيق ان شاء الله. كانوا كومونداو تاين تاع هاد لي صالي حطوهم هذيك لا ضغط، كانوا كومونداو لي مونشون وني ميني بيتزا والبطبوط تانيت، جو تانيت من اروع ما يكون. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. يعني هاد الوصفات كامل حطيتها لكم في القناة، اللي حبت تشوف الوصفة ما عليها غير تدخل للقناة تاعي وتكتب اي وصفة حبتها وتطبقها. بالنسبة للوصفة تاع نهار اليوم حبيباتي، راح ندير لكم هاد الحليلات بالقفريط، راح يجيكم من اطيب الحلويات الجافة، يعني ويتخرج لكم كمية الله يبارك. خليكم معايا نشوفوا الوصفة وش فيها. يلا. هنا عندي 160 جرام تاع زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، عندي نص كاس تاع سكر الناعم، عندي نص كاس تاع الزيت، عندي مغرفة كبيرة تاع العسل. فوالا، هادو درتهم كامل مع بعضهم كما راكم تشوفوا. واللي حب تضاعف الكمية ما عليها غير تضاعف. هنايا راح نخلطهم مليح بالباطع. هنا البنات السر الاولاني باش تنجح لكم هذه الوصفه، لازم تدخلوا مليح هذاك الزيت والزبده والسكر كلاص والعسل حتى يولي لكم الخليط هكذا ابيض. هذا هو السر الاولاني. بالنسبه للسر الثاني، كي ديروا هنا الحبيبه تاع البيض، ضربوها مليح حتى تشوفوا هادو المكونات تخلطوا مليح مليح مليح، يعني هذاك الحبيبه تاع البيض واللي متبالناش كامل. هنا راح نضيف 2 مغارف كبار تاع مايزينا، عندي مغرفة صغيرة تاع لافاني، وعندي 3 مغارف كبار سوا كاوكاو سوا جوز سوا لوز، واش عندكم متوفر في الدار، المهم يكونوا محمصين. انا هنايا درت اللوز كان محمص كيما شتوني، درت 3 مغارف. راح ندلمها بالفرينه وندير يعني على راس المغرفه الخميره تاع الحلويات، ما تكتروش باش ما تغلقمش الحبيبه تاع الكاطو ديالكم. هنا نسحق العجين تاعي يكون طري، ما تيبسوش العجينه تاعكم وما تخلوهاش بيان سور طريه بزاف. نضيفوا الفرينه غير بالعقل. انا ما نقدرش نقول لكم الكميه المحدده تاع الفرينه، سا ديبون الحبيبه تاع البيض تاعنا تكون كبيره ولا صغيره والفرينه ولا تشرب ولا لا. نحكم العجينه تاعي بعد ما لميتها بيان. نوزنها، راح ندير كويرات فيهم 30 غرام. فوالا، تحبوا تصغروا الحبيبه ديروا 25 غرام، يعني ما تكتروش فوق 30 غرام. يعني هاد الكميه تاع 160 غرام تاع زبده خرجت لي 33 حبه تاع كاطو، يعني كمية لا بأس بها. نحكم الحبيبة تاعي كما راكم تشوفون، نحلها هكذا بالطول ونعطيها شكل تاع الهلال ولا الشكل اللي حبيتوه نتوما. تقدروا تاني ديروها شركات وتقدروا تخلوها هكذا مدوره. انا درت هذا الشكل. فوالا، كما راكم تشوفوا هكذا درتها هليله وراح نستفها في سنيوه. فوالا، يعني ما كاش ما اسهل من هذه الحلوه، وتخرج لكم كميه كما قلت لكم لا باس بها، يعني 33 حبه. كميه مليحه. درت بابي كويسون، ستفت الكاطو تاعي كيما راكم تشوفوا. حنكمل كامل الكميه، نشعل الفرن تاعي على درجه حراره 180، نخليه يسخن ربع ساعه، ومن بعد ندخل الكاطو تاعي. نخليه يطيب لي من تحت، ومن بعد كي يحمر لي من تحت راح نشعلو يحمر لي من الفوق. هنا ضروري انكم الكاطو تاعكم تحمروه باش يجيكم مقرمش. شوفوا، اول حاجه باش يجيكم مقرمش، وتاني حاجه راح يطول لكم في مده الحفظ. يعني كي تخلوه هكذاك بيض ما راحش يطول لكم وراح يعني يتبدل الجو ديالو. بعد ما خليته برد لي بيان، راح نجيب هنايا المعجون ولا تحبوا ديروا العسل. نحكم الحبيبه تاعي نمسحها كامل كما راكم تشوفوا. هنايا حكمت كميه تاع الكوفريط ارحيتها. ومن بعد نغطس في هذيك الحبيبه تاعي يجيني الوجه تاعها ممسوح كامل من فوق بالكوفريط.
ولا تقدروا حبيباتي تاني تحكموا الشوكولا تذوبوها، ديروا دي زيكزاك من الفوق، ولا تحبوا تغطسوا كامل الحبيبه تاعكم تاع الكاطو في الشوكولا، تزيدوا لها شويه تاع الكاوكاو ولا شويه تاع اللوز وتكلاسيو كامل الحبيبه تاعكم من الفوق. يعني لكم الاختيار، كل واحد باش يحب يشبعها. يعني عطيت لكم الطريقه اللي درتها انايا، وانتم لكم الاختيار. نكمل كامل الحبيبه تاعي هكذا، نديرهم في المعجون، ومن بعد نديرهم في هذيك الكفرات، وهاوليك الشكل النهائي. يعني حلوه، تتقدم مع لاتاي ولا مع قهوه حليب. واش نقول لكم، من اطيب الحلويات الجافه. ان شاء الله يكون الفيديو تاعي خفيف ظريف عليكم، والوصفات نال اعجابكم. نتلاقى في فيديو واحد اخر.